عاصفة سياسية تضرب تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد وتمويل منظمات إرهابية. المعارضة التركية نزلت إلى الشارع وبدأت أعمال العنف والشغب في عدة مدن تركية. هذه المظاهرات انعكست سلباً على الأسواق المالية في تركيا. 67 مليار دولار خسائر الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول خلال أسبوع واحد فقط. الليرة التركية تراجعت أيضاً لأدنى مستوى لها في عامين أمام الدولار الأمريكي، كما هبطت أسعار السندات التركية لأدنى مستوى لها منذ يونيو من العام 2023. مع تخلي المستثمرين عن السندات السيادية التركية، اعتقال أوغلو أثار المخاوف من رغبة الرئيس التركي في سحق معارضيه والدعوة لانتخابات مبكرة قبل العام 2028. هل تقود مظاهرات تركيا الحالية لقلب المسار السياسي في تركيا، أم ستكون مجرد زوبعة في فنجان؟